في هذه الحياة قد تمر علينا علاقات كثيرة، لكن تبقى بعض الروابط لا تعوض أبدا. أخوك الأكبر، ذلك الشخص الذي قد لا يجيد التعبير ولا يعرف كيف يقول لك اشتقت إليك، لكنه يحمل في قلبه حبا صادقا لا يوصف. قد تراه صامتا أحيانا، بعيدا قليلا، لكن الحقيقة أنه دائما قريب بروحه. هو ليس ممن يتقنون الكلام، بل من يصنعون المواقف. لا يسندك بعبارات طويلة، بل يقف إلى جانبك حين تتعثر ويمد يده لك دون أن تطلب. أخوك الأكبر هو ذاك الذي يتحمل عنك الكثير ويخفي تعبه كي لا يثقلك. قد يبدو قاسيا أحيانا، لكن قلبه أحن مما تتخيل. وحين تضيق بك الدنيا ستجده أول من يقف لأجلك وأول من يدافع عنك، حتى لو كان بينكما خلاف. فلا تخسره ولا تبتعد عنه. قد لا يقولها، لكن وجودك في حياته يعني له الكثير. حافظ على أخيك الأكبر، فهو ليس مجرد أخ، بل هو سند وأمان وقلب لا يتكرر. وإذا وصلتك هذه الرسالة، لا تنسى أن تخبر أخاك اليوم كم تحبه. اكتب في التعليقات أخي هو سندي، أو اذكر اسم أخيك وادعو له. ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وشارك الفيديو مع من تحب. سيدي مرحبا بكم. دار السطوف غصة السبعة يهضر با السطوف. ها الخير تبارك الله ورخصة الخير. ها كاوكاو، ها يقين، ها الحلوة، ها الناس، ها الطلبة وبنسى، ها السبيه بوطلوطار، ها السطوف، ها باحسين. هو هذا الخير يفكر ربنا سبحانه وتعالى. هكا باحسين.